نجرب الكسكسي الجزائري لأول مرة. والله حلو. أنا درت في نيويورك الكسكسي المغربي، هذا ما شاء الله مرة حلو. الكسكسي الجزائري ما شاء الله لذيذ جدا، بس أعتقد أنا جربت الكسكسي المغربي في نيويورك، بس تحسه مختلف شوية. أعتقد كل بلد لها طريقة في إنه يعني كيف يطبخوه يعني. لكن هذا ما شاء الله لذيذ. أو إني أنا جوعان، بس ما أعتقد جوعان لأني أكلت يمكن 4 مرات اليوم. الحين هي الشخشوخة، ولكن هذه بطريقة مختلفة. بعضهم يقطعوا الخبزة هذه يقطعوها قطع صغيرة، بعضهم تكون مطحونة، فهذه جديدة يعني. هذه أول مرة أجربها بالطريقة هذه. نحط الصوص. طبعا الصوص هذا زي المرقة ويعطيها طعم ونكهة أحسن كثير. خلصت الكسكسي تاكله بالملعقة، الشخشوخة تاكلها بالشوك. ما شاء الله والله حلو جدا. طبعا أهم شيء ناكل ونخلص الصحن علشان الرقم اللي في أسفل الصحن نشوف إيش المثل اللي طالع في غدا اليوم. أنا صراحة أدمنت الشخشوخة هذه، أدمنته. طيب يا جماعة، أنا قربت من الرقم. المشكلة شغلوا الميوزك مزعجة شوي. قربت خلاص أنا من نهاية الصحن، والله طلعت الرقم 78. والله يا جماعة الناس هنا أرقامهم كتاباتهم غريبة يعني. جالس أدور الرقم يقولوا لي إنه 18. بالرقم هذا 18 وريكم إياه الحين كذا يكون واضح لكم صح. هذا هو. المهم إنه 18. المهم يا جماعة الحين أروح أسوي له ماتش مع المثل، نشوف إيش المثل اللي يعطيني بعد ما آكل. هذه آخر وجبة تكون. هذه كلها الأمثال. أوكي، إحنا هنا نجي للمثل. فهمت المثل ذا؟ لا له عدوة وحاجتها حلوة.